قبل ما نبدأ قصتنا الجميلة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي احنا هنعملها مخصوص عشانكم. يلا بينا يا أطفال نسمع قصة جديدة وممتعة ونتعلم منها درس جديد في قناة 24 ساعة مع طفلك. يلا بينا. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في قرد اسمه عبقرينو. كان قرد ذكي جدا وبيحب ان هو يصنع الأدوية، وكان بيته جنب الصحراء. كان بيخرج قبل غروب الشمس ويجمع النباتات الطبية من الصحراء ويعمل خلطات من النباتات ويصنع بيها أدوية عشان يفيد الحيوانات، والحيوانات كانوا بيحبوه قوي. وكانت الحيوانات على طول بتروح للقرد عبقرينو عشان تتعالج عنده ويديها أدوية. ولما اتشهر القرد عبقرينو يا أصدقائي ووصلت شهرته للأسود، طلبوا منه إن هو يعالجهم، وكانوا بيستقبلوه أحسن استقبال في القصر. والقرد كان مبسوط قوي بحب واحترام الحيوانات ليه. وفي يوم من الأيام يا أصدقائي عبقرينو كان ماشي في الغابة وقابل الفيل. الفيل سلم على عبقرينو وقال له: أنا هقترح عليك اقتراح يا عبقرينو، إيه رأيك تعلم الحيوانات المهارة اللي انت اكتسبتها عشان تصنع الأدوية؟ رد عليه القرد وقال له: أنا مش غبي، أنا ما ينفعش نعلم حد. أنا لو علمت حد كده هخسر المكانة والاحترام اللي الحيوانات بيدوهالي، ولو علمت غيري هم اللي هياخدوا مكاني وأنا محدش هيقدرني ولا حد هيحترمني. رد عليه الفيل وقال له: ده تفكير غلط يا عبقرينو، انت ازاي بتفكر كده؟ التفكير اللي انت بتفكره ده فيه مشكلة. رد عليه القرد وقال له: مشكلة؟ ايه المشكلة دي؟ رد عليه الفيل وقال له: المشكلة دي ان انت من كتر ما بتعالج الحيوانات كلها هتتعب قوي، لان انت اللي بتجيب النباتات بنفسك وانت اللي بتعمل كل حاجة بنفسك. وتاني حاجة، لو انت تعبت او جالك مرض محدش هيعرف يعالجك، لان انت الوحيد اللي بتصنع الأدوية دي. والقرد يا أصدقائي برضو ما سمعش كلام الفيل وسابه ومشي. تعالوا نكمل قصتنا الجميلة ونشوف هيحصل ايه. وبعد فترة يا أصدقائي زادت شهرة القرد عبقرينو، والحيوانات بقت بتجيله من كل مكان، والطلب عليه زاد وبقى يعمل مجهود مضاعف لأنه بيجمع النباتات للحيوانات دي كلها وبيجمعها بنفسه ويصنع الأدوية بنفسه. وبعد فترة يا أصدقائي من المجهود الكبير اللي كان بيعمله القرد تعب وقعد في البيت، وكان مريض جدا يا أصدقائي، ما كانش حد عارف يساعده، وهو كمان ما كانش عارف يساعد نفسه. وفجأة يا أصدقائي الفيل عرف إن القرد تعبان وراح له عشان يزوره وقال له: انت ليه ما خدتش أدوية من اللي انت بتصنعها عشان تخف؟ رد عليه القرد وقال له: انا للأسف تعبان جدا ومجهد ومش قادر ان انا اروح اجمع النباتات واعمل الدواء لنفسي، انا حزين قوي. والفيل يا أصدقائي اتضايق قوي وزعل على القرد عبقرينو وصعب عليه وقال له: انا هساعدك يا قرد، مع اني نصحتك انك تعلم حد عشان لو جت اللحظة دي يعرف يساعدك، بس قولي بسرعة شكل النباتات دي ايه عشان اجمعها لك ونصنع الدواء. وقعد يوصف له القرد يا أصدقائي ويقول له يجيب النباتات دي منين وشكل النباتات دي ازاي. وراح الفيل عشان يجيب النباتات دي، وبعد ما جابها راح بسرعة على البيت بتاع القرد وقعد يشرح له يعمل ايه، وعمل الدواء فعلا واخد الدواء يا أصدقائي. وفضل الفيل جنبه عشان لو احتاج اي مساعدة يساعده. وجم الحيوانات كلهم يا أصدقائي عشان يزوروا القرد. وبعد فترة يا أصدقائي القرد عبقرينو خف وبقى كويس بفضل الله أولا وبفضل الفيل اللي ساعده وجاب له النباتات. والقرد عبقرينو يا أصدقائي اتعلم الدرس وشكر الفيل، ووعد الفيل إنه هو هيعلمه كل اللي يعرفه، ووعده إنه هيعلم كل الحيوانات المهارة اللي عنده. وبكده يا أصدقائي نتعلم من الدرس ده إن إحنا لو عندنا حاجة كويسة نعلمها للي حوالينا. اكتب لنا في التعليقات لو كنت مكان عبقرينو كنت هتعلم الحيوانات المهارات اللي انت عارفها ولا كنت هتحتفظ بالسر لنفسك؟ وايه الموقف اللي حصل وخلى عبقرينو يندم انه ما قالش المهارات بتاعة صنع الدواء لحد؟ واكتب لنا في التعليقات ايه احسن قصة سمعتها في القناة واتعلمت منها ايه. بعد ما سمعنا قصتنا الجميلة النهاردة اوعى تكون نسيت تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي احنا بنعملها عشانك. بعد ما سمعنا قصتنا الجميلة النهاردة تعالوا معايا نسمع قصص أكتر في قناة 24 ساعة مع طفلك. يلا بينا.